السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس الفريلانسنج. إن شاء الله في الجزء ده من الكورس بتاعنا هنتكلم عن مشكلة بتواجه معظم الناس اللي بتبدأ في مجال الفريلانسنج، ونشوف إزاي نحل المشكلة دي. في ناس كتيرة بتبدأ شغلهم أو مجالهم في الفريلانسنج عن طريق إنهم بيخشوا على منصات الفريلانسنج وتعمل أكاونت عليها، ويفضل بقى مستني إن العملاء يخشوا يكلموه هو، أو إن هو يكون أصلا فريلانسر والدنيا شغالة معاه تمام، بس عنده مشكلة إن العملاء اللي بيشتغلوا معاه مش بيرجعوا يشتغلوا معاه تاني، وبالعكس بيروحوا لفريلانسرز تانيين. هو مش عارف يحط إيده على المشكلة فين بالظبط. لكن المسألة هنا إننا محتاجين نفهم سوق الفريلانسنج كويس جدا، ونفهم إزاي هو بيشتغل وإيه هي متطلباته، وكمان محتاج تفهم نفسك كويس وتعرف إيه هي مميزاتك وإيه هي نقاط ضعفك، وبعدين تشوف السوق أصلا هل في فرصة أصلا للمجال اللي أنت ماشي فيه من ناحية الوظيفة بتاعتك، وإيه هي المشاكل اللي ممكن تواجهك في المهنة ديت. أصل مثلا ممكن يكون عندك كل المتطلبات وكل المؤهلات للوظيفة بتاعتك كمهنة أو بشكل تكنيكال يعني، ولكن كل اللي أنت محتاج تفهمه إنك تعرف تسوق إزاي لنفسك كفريلانسر. إن شاء الله في الكورس ده هنحل كل المشاكل دي خطوة بخطوة. فلو جينا نشوف إيه هي أول خطوة المفروض نعملها قبل ما نبدأ شغلنا على المنصات، هي أكيد هي التخطيط. فليه لازم نبدأ بالتخطيط؟ لأنه في بداية أي مهمة لازم نخطط لها كويس. في فريلانسرز كتير بيفشلوا في الأول، الخبراء لقوا إن السبب الرئيسي إنهم ما بيخططوش لمهمتهم أو بيخططوا بسرعة وباستهتار، في حين إن الفريلانسرز اللي بيبدأوا بخطة مدروسة كويس لمشروعهم دايما بيكون عندهم فرص أحسن بكتير عن اللي ما عندهمش خطة أصلا. يعني أنا لازم أبدأ بخطة للمشروع، لازم أكتب كل الأفكار اللي في دماغي وأرتبها بطريقة منظمة. فالتخطيط مش مجرد مهمة تاخد ساعة مني أعملها بسرعة وبعدين أرجع أشتغل تاني. لأ، أنا فعلًا محتاج أركّز كويس جدًا في التخطيط بتاعي. مش مهم أكتب كام صفحة، الأهم من كده إني أعمل مرجع لنفسي أحتاجه في كل مرحلة من مراحل الشغل بتاعي. أول خطوة ليك في التخطيط كfreelancer إني لازم أعرف شخصيتي كويس، لازم أعرف كل القدرات اللي عندي بالتفصيل، لازم أعرف إيه هي المهارات المطلوبة لمجالي في سوق العمل، وهل عندي أي مشكلة معاها والّا لأ. وكمان لازم أكتشف الفرص المناسبة اللي موجودة في السوق وإيه هي المشاكل اللي ممكن أقابلها في المجال ده. بمعنى تاني أنا محتاج أعرف المميزات والعيوب اللي عندي، وكمان لازم أعرف الفرص والمشاكل اللي هقابلها في سوق العمل، وبعدين أرتب كل البيانات ديت مع بعض عن طريق حاجة اسمها السوات أناليسيز. السوات أناليسيز ده هو اختصار لأربع كلمات علشان نفهمه، فهم اختصار لكلمات هي السترينث، الويكنس، الأوبورتيونيتيز والثريتس، اللي هي أول حاجة نقاط القوة بتاعتك السترينث، ونقاط الضعف بتاعتك، الفرص الموجودة ليك والمناسبة ليك، وبعدين التهديدات والمخاطر اللي هتقابلك. فعشان نفهم أكتر خلّينا نطبّق مع بعض. هات ورقة وقلم وقسّمها ل4 أجزاء، وفي كل جزء اكتب واحدة من الكلمات ديّة، نقاط قوتك، القوة والضعف، والفرص بتاعتك، وكمان التهديدات اللي هي الthreats. فتعالَ كده نبدأ بنقاط القوة بتاعتك. في الجزء ده هنكتب إيه؟ هنكتب كل المهارات اللي عندك بالفعل، وكمان المميزات اللي موجودة في شخصيتك أو أدائك. فممكن تكتب إن أنت شخص اجتماعي، بتعرف تتعامل مع الناس كويس، بتعرف تكتب أو تتكلم لغة تانية، اشتغلت في المجال بتاعك سنين كتير وعندك خبرة قوية فيه، بتعرف تتعلم وتخلّص مهامك في وقت قصير. فممكن توقّف الفيديو دلوقتي وتكتب كل نقاط قوتك. أكيد عندك نقاط قوة أكتر من كده تقدر تضيفها للقايمة بتاعتنا، وبعدين تكمّل معانا الفيديو. مش لازم تكون عندك كل المهارات والمميزات اللي اتقالت في الstrengths، لأن كل واحد فينا عنده المواهب الخاصة بيه والقدرات بتاعته. ممكن كمان تلاحظ إن عندك مهارات تانية، عندك مهارات تانية محتاج تطورها أو تتغير بمهارات تانية تناسب المجال أكتر. في الحالة دي حط المهارات دي في الجزء الخاص بالweakness اللي هي نقاط ضعفك. فمثلا لو حبينا نقول إيه هي نقاط الضعف اللي ممكن تتحط في الweakness، فممكن نقول إن أنا ما بقدرش أخلص الشغل في الميعاد بسبب سوء التخطيط بتاعي، أو ممكن تقول مثلًا إيه، خبرتي محصورة في تكنولوجيا قديمة. يعني مثلًا أنا باعرف أكتب PHP الإصدار التامن ودلوقتي نزل مثلًا الإصدار ال16، فأنا لسه محصور في الإصدار القديم في الشغل بتاعي، فمحتاج أطوّره. ممكن مثلًا في أدوات في المجال بتاعك نزلت جديدة وأنت لسه ما تعرفش تستخدمها أو ما عندكش فيها خبرة كويسة، فمحتاج تطوّرها، أو عندك مشكلة في الكمال، تحب إن أنت الشغل بتاعك يطلع كلّه perfect بنسبة 100%، فدي مشكلة بالنسبة لك عشان بتاخد منك وقت كتير جدًا عشان تخلّص الشغل، فأنت محتاج تفكّر في نقاط ضعفك كويس وتكتبها وبعدين تكمّل معانا الفيديو. كل النقط اللي إحنا كتبناها في الstrengths والweakness دي متعلقة بمهاراتك الشخصية ومميزات فيك أنت تقدر تتحكم فيها، لكن في عناصر بتبقى خارجة عن إرادتك ما تقدرش تغيّرها. العناصر دي مثلًا متعلقة بالسوق والبيئة بتاعة مجالك. فهنيجي بقى نكتب كل الفرص المتاحة في الجزء الخاص بالopportunities اللي هي أصلًا ترجمتها الفرص بتاعتك. فأنت مثلًا نقول عندك فرصة قوية لو أنت فاهم أصلًا احتياجات السوق،
أنت مثلًا شخص اجتماعي زي ما قُلنا في الstrengths بتاعتك، فأنت تعرف ناس كتير وعندك شبكات علاقات كبيرة، ممكن تطلّع منها عملاء محتملين ليك. مثلًا في ناس قليلة أوي بتقدّم نفس الخدمة بتاعتك في المنطقة بتاعتك، فأنت عندك فرصة حلوة. بمعنى تاني، أنت عندك مهارات مطلوبة في السوق وعدد المنافسين بتوعك قليلين. طبعًا في فرص أكتر من كده بكتير موجودة في البيئة بتاعتك أو في مجالك، المهم تكتبها كلّها بوضوح في الجزء الخاص بالopportunities. في الجهة المقابلة أو المعاكسة للopportunities هي الthreats أو المخاطر اللي هتقابلك. في الجزء ده هنكتب كل المخاطر الخارجية اللي ممكن تأثّر على الفرص اللي عندك في تخصصك، مثلًا إيه، عدد العملاء اللي محتاجين تخصصك قليلين. في شركات أو أشخاص معروفين بيقدّموا نفس الخدمة بأسعار أقل والناس بتفضّل تتعامل معاهم، فأنت خُد وقتك تكتب كل التفاصيل ديّة، ده هيسهّل عليك أي قرار تاخده بعد كده. مش لازم تكتب رأيك أنت بس، ممكن تسأل مثلًا إيه المدير بتاعك أو زمايلك في الشغل يساعدوك. ممكن كمان تستخدم تقرير من مكان شغلك بيوصف مهاراتك وقدراتك، ده هيساعدك تتأكد إن كل النقط اللي أنت كتبتها صحيحة، وما تقيّمش نفسك غلط ولا تكون فاتتك حاجة ما تكونش أنت عارفها عن نفسك. وشكرًا.